السلام عليكم. عايز احكي لكم الحكايه دي وتقولي لي انا اتصرفت تصرف صح ولا غلط. وده لكل اب وام يعني. ولد جاي لي عنده 12 سنه. آه، عنده ضعف نظر، طول نظر في عين بلس 4 وفي العين التانية بلس 7. والعين اللي بلس 4 دي بتشوف 60%، والعين اللي بلس 7 دي بتشوف 30%. يعني في كسل شديد. فدخلوا عليا قالوا لي يا دكتور والله احنا الولد لبس النضاره قبل كده، احنا اكتشفنا ان هو كان بيصدع من سنتين ولا حاجه، لبسها شهرين وبطل يلبسها تاني وجاله عقده نفسيه ومش هيلبسها. ليه يا جماعه؟ العيال في المدرسه بتتريق عليه، وجبناها له باستك، عمالين بيشدوا له الاستك اللي فيها ويوقعوها له. الواد جاله عقده، قال اعملوا لي اي حاجه في عيني انا مش هلبس النضاره، وبيعيط. كشفت على الواد وقلت لهم طبعا لازم هيلبس النضاره، مفيش اي علاج ليه غير النضاره. الكلام بقى اللي انا اتكلمته معاه، اولا الولاد اللي بيتنمروا عليك دول ما يستحقوش يبقوا اصحابك، فانت لازم اولا تبعد عنهم. ثانيا، العيال دي نصح، العيال دي لو واحد فيهم عنده عيا، قلت له لو حد فيهم عنده دور برد او حاجه هل هياخد الدواء؟ قال لي اه هياخدوه. قلت له طب انت عينك دلوقتي عيانه وعياها ودواها النضاره، وعياها ده يعني لو سبته هتيجي بعد كده تكبر هتلاقي نفسك مش عارف لا تخش الكليه اللي انت عايزها، لا تعرف تسوق عربيه، لا يعني حاجات كتير قوي في حياتك هتتاثر بسبب شويه عيال ما لهمش لازمه. بدأ يفكر كده وقال لي اه عندك حق. قلت له طيب، هل العيال دول اللي معاك في المدرسه دول هل هم دول صحابك اللي انت هتكمل معاهم طول عمرك؟ فانت مهتم برايهم يعني؟ ده لو فرضا ان انت اهتميت برايهم ده حاجه صح. قال لي لا، العيال دي انا مش هكمل معاها. قلت له انت كل ما بتكبر بتقابل ناس تانية، صحاب ابتدائي غير صحاب اعدادي غير صحاب ثانوي. انا ما افتكرش من صحابي من الصغيرين اللي كملوا معايا غير الصحاب الحقيقيين فعلا، مش اللي هيقعد يتريق عليك ويكرهك في عيشتك والكلام ده. فانا قلت له بقى الكلمه دي، انا عمري ما نصحت عيل انه يعمل كده. قلت له اول ما تلاقي حد جاي يتنمر عليك او يقول لك او يسخر منك يعني على النضاره، قول له الدكتور بتاعي بيقول لك انت فاشل وانت ساقط وانت يعني يعني خش فيه شمال. هو يا عيني ولد مستكين وغلبان وفي حاله ومش عارف يرد عليهم. فانا يعني انت اربكه بقى، هو جاي هيتريق عليك النهارده، اول ما يجي كده اديهم له في وشه، قول له الدكتور بتاعي يقول لك العيال اللي بتريق عليك دي عيال فاشله وعيال ساقطه وعيال مش ناجحه اساسا، وانا هلبس النضاره عشان اشوف كويس، عشان انا يهمني الدرجات بتاعتي تبقى كويسه. انا اول مره اقول لحد كده يعني من كتر ما انا اتضايقت عليه، وانا عايزه ان هو ما يتحولش من الضحيه. لا انت اربك اللي واحد جاي يعني مستني منك رد فعل معين، لا انت قول له حاجه هو مش متوقعها. طبعا اول حاجه وتاني حاجه وتالت حاجه انا قلت لبابا ومامته لا انتوا تروحوا المدرسه، المدرسه والعيال اللي فيها والناس يعرفوا إن بابا ومامته في ظهرهم، في ظهر الواد، وان احنا مش هنسمح باي حد يعمل اي حاجه زي كده. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه عايزين نربي عيالنا بس يعني. دي كلمه معينه كده للعيال اللي هي شله الصيع اللي بتبقى في المدارس، اللي بتتريق على العيال اللي ما عندهمش ما تربوش في بيوتهم، لان ممكن تلاقي ابوهم وامهم اصلا متنمرين او هم عندهم الخصله دي. فاحنا يعني بندعو الاباء والامهات ان هم يتربوا الاول، فهم لما هيتربوا هيطلعوا عيال متربيه وهيسيبوا عيال الناس التانيه في حالهم. فبس انا مش عارف كنت اقول له ايه تاني للولد ده غير كده. ويعني مستنيهم بعد شهر بقى ونشوف ان شاء الله علاج الكسل اللي احنا عملناه ده هيجيب نتيجه ولا لا.